فقال لي الاستاذ احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي، قال لا ما هي مش كده يا محمود، الحكايه مش كده خالص. قلت له امال ايه الحكايه؟ قال لي الحكايه ان هم هيطلعوا 3500 قاضي او 4000 او 3000، رقم كبير، ويجوا بقى يجيبوا محامين خريجين ليسانس حقوق بقى له 10 سنين، بقى له 15 سنه، بقى له 20 سنه، ممكن يخش زي ما المستشاره هاني الجبالي دخلت كده. ما هي هاني الجبالي كانت محاميه مش قضيه، دخلت في المحكمه الدستوريه على طول. فقال لك هيعملوا كده، هيروحوا مدخلينهم بنفس الدرجه اللي هي عليها زميله. يعني ايه؟ يعني لو في واحد متخرج سنه مثلا 95 خريج حقوق ودخل السلك القضائي، فبقى ايه دلوقتي؟ بقى مستشار، يبقى التاني يخش على انه مستشار على طول. يا نهار اسود، ده هيخشوا على رئيس محكمه، على نائب رئيس محكمه، على قاضي، على وكيل نيابه قديم. يعني هيخشوا يدربكوا السلك القضائي. 3500 واحد يخشوا جداد ياخدوا مناصب متنوعه، بحيث ان انت تلاقي في المرحله الجديده رئيس محكمه الاستئناف اخواني، ورئيس محكمه مش عارف ايه اخواني، ورئيس محكمه ايه اخواني، ومش عارف ايه اخواني، وفي المجلس القضاء في اخوان داخلين كده. يعني مصيبه بكل المقاييس. على فكره انا مش ضد الاخوان حين يكونوا كفاءه، ولكن ثبت انهم ما عندهمش كفاءات. ما قدامهم الرئاسه، هم لو كان عندهم كفاءات كانوا ورونا. هم كل المستشارين اللي جابوهم من بره مشيوا لانهم مش مستحملينهم، لانهم ما بيستحملوش حد، ما بيعرفوش حد، هم ما بيعرفوش غير نفسهم. شوف النهارده الخبر بيقول ايه. انا صحيح تجاوزت الاخبار دي، ممكن اقولها في الفاصل اللي جاي، انما الخبر بيقول ايه؟ ان الرئيس جاب مستشارين من حزب الحريه والعداله ومن الناس اهل الثقه عشان يمسكوا الشؤون القانونيه ويراجعوها، عشان فؤاد جد الله عمل مشاكل. طبعا فؤاد جد الله ما كانش عامل مشاكل ولا حاجه، لانه كان ماشي زي الفل. انا برضو ما زلت عند رايي ان فؤاد جد الله ما استقالش. فؤاد جد الله هم مشوه لما قال في الجورنال ان هم بيستشيروا المرشد وبيستشيروا مكتب الارشاد، وقال ان هو ضد مظاهره تطهير القاده، وقال كل الكلام دوت في الجورنال، راحوا ماشيينه. انا رايي ان هو كده، ما ينفعش حاجه غير كده ابدا، ما ينفعش حد يضحك علينا غير كده ابدا. هو بقى كان مستحمل وفاض بيه وخرج بقى، ما صدق قدم استقالته وخرج. هم مش عارف ايه، هم بيقولوا كانوا قوضوا سلطاته في القضاء لانهم جابوا ناس من عندهم يخشوا في الحكايه. مش دوله، ده كشك سجاير، ده كشك بيبيع سجاير وبيبيع بطاطس محمر وبيبيع سندوتشات فول وطعميه كده. واعتقد كمان ان هو كشك بيبيع حاجات ممنوعه، يعني كشك فيه انحرافات. دي مش قياده دوله، دي قياده ناس يعني فين بقى الكفاءات اللي شفناها من الاخوان المسلمين؟ ما شفناش كفاءات، ما شفناش حد. هم فرحانين قوي بوزير التموين، مع كل التقدير لشخص وزير التموين، احنا مش ضده، هو بيتحرك وكل حاجه، لكن الانجازات مش كده. الانجازات مش زي ما انتم متصفين. هي الانجازات بتاع وزير التموين الخطيره، يعني انه وفر انبوبه البوتاجاز. ما انبوبه البوتاجاز في الشهور اللي زي دي كانت بتبقى متوفره. ارجعوا للتاريخ، احنا مش بننسى. اصل هم بيعتمدوا على ده النسيان عند الشعب المصري، ان احنا بننسى. انما في الشهور دي اللي هي ابريل ومارس ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر، ما فيش مشكله في الانبوبه. المشكله في الانبوبه بتبقى في فصول الشتاء اللي هي ديسمبر يناير فبراير، وحصلت المشكله. مش ما حصلتش، حصلت اخف شويه بس حصلت المشكله. وزير الاعلام واللي عمله امبارح دوت في زميلتنا، ايه ده؟ الناس عاتبتني ان انا ما كنتش قاسي على وزير الاعلام. انا الحقيقه مش هبقى قاسي على اي وزير، لان انا الوزراء بالنسبه لي لا يعني اي شيء في مثل هذه الحكومه وفي مثل هذا النظام الحاكم. احنا رجعنا 100% لرئيس جمهوريه، ولا يفرق معايا هشام قنديل، ولا يفرق معايا وزير الاعلام، ولا وزير التموين، ولا وزير الصحه، ولا بيعملوا حاجه. دول رجعنا تاني سكرتاريه للرئيس، سكرتاريه للرئيس. مفيش وزير تقدر تقف كده وتقعد تتكلم معاه وتناقشه وتشوف له خطته وتشوف له اعمال، مفيش. بما فيهم السيد الدكتور هشام قنديل نفسه رئيس الوزراء، اللي هو لما بيتكلم بيعمل مشاكل اكتر من الكلام اللي بيقوله وزير الاعلام. ولذلك انا ما كنتش مش عايز ابقى
يعني مش عايز اضيع وقت الحقيقه في ان انا اقعد امسك وزير الاعلام واديله وامسك الوزير، وبعدين هنعمل فاصل بقى، وبعدين ايه؟ نعمل فاصل.